حضراتكم في تغطية جديدة ولايف جديد من داخل محافظة الدقهلية. وزي ما حضراتكم شايفين معانا النهارده جنازة عسكرية للعقيد فتحي سويلم شهيد وقعة بنك الفيوم، حيث تلقت مديرية أمن الفيوم بلاغا بنشوب مشاجرة بين أحد العملاء وموظف داخل البنك، قام على إثرها طبعا العميل بحالة أو دخل على إثرها في حالة من الهياج، لأنه كان بيطلب طبعا أو كان عاوز المدخرات بتاعته، المدخرات الخاصة به قبل ميعادها. فطبعا نشبت مشاجرة بين الموظف وبين أحد العملاء أو العميل، أصاب على إثرها العقيد فتحي سويلم بأداة حادة مما أدى إلى مصرعه. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زي ما حضراتكم شايفين جنازة عسكرية مهيبة تنطلق عقب أداء صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد النصر بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. تقام الآن طبعا صلاة الظهر داخل مسجد النصر بمدينة المنصورة، تعقبها أداء صلاة الجنازة. وزي ما حضراتكم شايفين لايف جنازة عسكرية مهيبة تنطلق بعد قليل، واقفين الآن مستعدين لانطلاق الجنازة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا مشهود للعقيد فتحي سويلم رحمة الله عليه بطبعا أخلاقه الحميدة، محبوب. طبعا سيتم دفنه بمقابر الأسرة بطبعا مقابر جديلة، والعزاء أداء صلاة الجنازة بمسجد النصر، وطبعا العزاء بمسجد زراعيين بالاستاد. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خالص دعوتنا للشهيد بالرحمة والمغفرة، ربنا يربط على قلب الأسرة وقلب كل أحبائه. طبعا حالة من الانهيار دخلت فيها الأسرة، بنقدم ليهم خالص تعزينا وخالص تعزينا طبعا لفقيد يعني أو شهيد وقعة بنك مصر العقيد فتحي سويلم. ربنا يحفظ الجميع. زي ما قلنا لحضراتكم لقي مصرعه بعد تعدي أحد العملاء بنك الفيوم عليه بأداة حادة مما أدى إلى إصابته، ثم لقي مصرعه متأثرا بإصابته. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في انفراد وسبق هنا داخل مدينة المنصورة هذه الجنازة المهيبة، حيث يعني امتلأ مسجد النصر عن بقرة أبيه بالمصلين، وجاء زي ما حضراتكم شايفين الآلاف والآلاف من المئات لتوديع فقيد الوطن وشهيد طبعا وقعة بنك مصر. إنا لله وإنا إليه راجعون.